اسمع كده الفيديو ده النجم اتحاد جدة السعودي السابق البرازيلي تشيكو وكيف تحدث عن النادي الاهلي قبل مواجهه الاتحاد المحتمله في حاله تخطي الاتحاد السعودي اليوم اوكلاند سيتي بطل قاره اوكيانوسيا. وتعال نكمل حديثنا مع بعض. When I come to Brazil now, I know the Award is the third club in the world the last 4 years, taking more cups, international cups, maybe in 9. So of course there must be a lot of respect. Have a great derby against Etihad, but first of all وزي ما انت سمعت كده في الفيديو ده كان حديث اللاعب البرازيلي تشيكو لاعب الاتحاد السابق واللي اعتزل كرة القدم بقاله اكثر من 18 عام، ولكن كان في زيارة خاصة ومؤازرة فريقه السابق الاتحاد السعودي، وتحدث عن النادي الاهلي بشكل رائع وقال ان النادي الاهلي هو من افضل الاندية في العالم، وان النادي الاهلي المصري هو الاكثر تتويجا في اخر 3 مواسم بالبطولات القارية متفوقا على عمالقة واندية اوروبا، وبالتالي يجب على اتحاد جدة السعودي في حالة تخطيه اوكلاند سيتي بطل قارة اوكيانوسيا ان يتوخى الحذر امام زعيم افريقيا النادي الاهلي المصري. وعارف ان النادي الاهلي متمرس في هذه البطوله الاكثر مشاركه ب9 مشاركات متفوقا على ريال مدريد وعمالقه اوروبا ايضا، وبالتالي النادي الاهلي فريق مش قليل وهتبقى مباراه صعبه للغايه، ديربي مصري سعودي، وانا اؤيد كلامه بالفعل هيبقى ديربي من العيار الثقيل في ظل ان دي هتبقى مباراه تحت عنوان وبند مباراه رد الاعتبار. النادي الاهلي اخر مباراه واجه فيها اتحاد جده السعودي كانت في كاس العالم للانديه 2005، وساعتها النادي الاهلي خسر بهدف مقابل لا شيء عن طريق محمد نور اسطوره السعوديه وكذلك نادي الاتحاد السعودي. فخر ما بعده فخر ليك كمشجع للنادي الاهلي انك تلاقي مدربين العالم الكبار وكذلك اللاعبين السابقين والحاليين زي كريم بنزيما على سبيل المثال يتحدث بهذا الشكل عن النادي الاهلي، وان هو عانى بشكل كبير جدا لما كان بيلعب مع ريال مدريد في الموسم الماضي في كاس العالم للانديه، والنادي الاهلي فريق صعب جدا. النادي الملكي نادي ريال مدريد عانى بشكل كبير جدا امام النادي الاهلي، ويعلم جيدا النادي الاهلي هو زعيم افريقيا وريال مدريد افريقيا. ده كان كلام طبعا كريم بنزيما كذلك ايضا عن النادي الاهلي المصري، وده شيء عظيم للغايه. مش كل الانديه بتتميز بانك تلاقي كل مدربين وعمالقه ولاعيبه العالم واحد زي كريم بنزيما اللي حصل على جائزه الافضل يتكلم بهذا الشكل عن النادي الاهلي، والكل بيضرب تعظيم سلام للنادي الاهلي، فلازم تفتخر بناديك عزيزي الاهلاوي. النادي الاهلي بالمناسبه بالامس فاز بجائزه افضل نادي في قاره افريقيا في عام 2023 طبعا بعد حصوله على الخماسيه من قبل الكاف وحفل توزيع الجوائز اللي كان هناك فيه تناقضات كبيره جدا، ولكن احنا هنتكلم عنها بالتفصيل في حلقه لوحدها. ولكن حابب اتكلم عن هذه الجوائز. النادي الاهلي فقط حصل على 3 جوائز سواء بقى افضل نادي في افريقيا وكذلك محمود عبد المنعم كهربا وبيرستاو اللي حصل على جائزه افضل لاعب داخل قاره افريقيا واللي حصل عليها محمد الشناوي في الموسم الماضي، وكذلك ابو تريكه في عام 2013، كذلك هدف محمود عبد المنعم كهربا في مرمى الهلال السوداني في دور مجموعات دوري ابطال افريقيا الموسم الماضي، حصل على جائزه افضل لاعب في العام. حاجه كده معنويه للاعيبه النادي الاهلي، وعلى وجه التحديد بيرستاو وكذلك محمود عبد المنعم كهربا. ان شاء الله النادي الاهلي في الموسم الحالي يحقق انجاز تاريخي عن المواسم الماضيه. النادي الاهلي اي نعم حقق برونزيه كاس العالم اكثر من مره، ولكن اصبح عند جمهور النادي الاهلي امل كبير جدا ان الفريق يحقق الذهبيه او على الاقل الفضيه في اصعب السيناريوهات، وان شاء الله النادي الاهلي يعمل معجزه ويفاجئ الجميع ويفاجئ كل انديه العالم اللي هتشاهد هذه البطوله، وهي بطوله كاس العالم للانديه في المملكه العربيه السعوديه. بس كده قول لي انت بقى كمشجع النادي الاهلي توقعاتك للنادي الاهلي، وشايف النادي الاهلي ازاي تحت قياده المدرب السويسري مارسيل كولر في كاس العالم للانديه بغض النظر عن النتائج السلبيه اللي شاهدناها في الفتره الماضيه. ومع نهايه الفيديو كالعاده ما تنساش تصلي على النبي، ما تنسوش تدعوا لاهلنا في غزه ان ربنا ينصرهم، ما تنساش تعمل لايك للفيديو، ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه لو بتتابعنا على اليوتيوب، ما تنساش تعمل فولو لو بتتابعنا على الفيسبوك، وانتظرني في الفيديو القادم ان شاء الله.